تحدد على ان الجهه من اختصاصاتها الذاتيه تشغيل. انا منين يجي يعطيني ذاك نسبه مئويه على ان نسبه ديال محور التنميه الاقتصاديه والتشغيل كيمثل 1.64%، غير معقوله. نحن عندنا اوراش مفتوحه وفي نفس الوقت كنعانوا من البطاله. راه ما يمكن عندنا نحن نعودوا شبابنا لا يتفرجوا في التنميه الواقعه في الجهه، راه نورمالمون خاصهم يعودوا مشاركين فيها ويعودوا طرف فيها. شكرا سيد الرئيس. أنا عندي بعض الملاحظات سيد الرئيس. بالنسبة للمشاريع مذكورة في ذات أولوية في برنامج PDR، نحن منين نتكلم عن تعزيز الجاذبية الترابية نتكلم عن البنية التحتية للجهة، خاص يعود اون باراليل، خاص يعود بالموازاة، الشق الاجتماعي والشق التشغيل. بما أن نحن في القانون تنظيم الجهات 111/14 في المادة 82 بالضبط كتحدد على أن الجهة من اختصاصاتها الذاتيه تشغيل. انا منين يجي يعطيني ذاك نسبه مئويه على ان نسبه ديال محور التنميه الاقتصاديه والتشغيل كيمثل 1.64%، غير معقوله. هناك مجموعه من المشاريع وخاص الجهه تتبنى اجراءات عمليه هذا الشيء اللي كيعني التشغيل. نحن عندنا اوراش مفتوحه وفي نفس الوقت كنعانوا من البطاله. المعطلين دهم عام عن عام كتزداد نسبتهم. مفتوحه بطبيعه الحال مجموعه من المبادرات اللي كنشكروا السيد الوالي والسيد العامل عليهم، اللي هم مبادره التنميه البشريه. شفنا تهاتف الناس على خلق التعاونيات والمقاولات، يعني ما يمكن نوجهوا جميع المعطلين وجميع شباب الجهه للتشغيل الذاتي، خالق فيهم اللي ما عنده ليسبري ديال لونتربرونيا. دونك هنا كنحكموا عليه بالفشل. في هذا الاطار علاه نحن ونوجهوا ملتمس للسيد الوالي على انه يتم خلق لجنه مشتركه من اجل نشوفوا مع الشركات الكبرى اللي كتسير هذه الورش المفتوحه اللي تعطينا لي بروفيل اللي مطلوبين، ونحن كجهه نتبناوها باش نعدلوا برنامج دي فورماسيون اكسيليري لهذو المعطلين. هذا بالنسبه للناس اللي تبغي تعود سالاري ما عندها باش كانها تعدل تعود مثلا تندمج في التشغيل الذاتي ولا تندمج. هذا من جهه نحن عندنا شباب متكون الحمد لله وعنده قابليه اكثر على انه يزيد يتعلم، ما فيها بس نديروا دي فورماسيون اكسيليري لمده 6 اشهر ويندمجوا في سوق الشغل. هذا خاص يعود خالق نوع من الكونتاكت والكورديناسيون مع هذه الشركات اللي كان نعرفوا شنو هما لي بروفيل المطلوبين. هذه اللجنه يعود فيها لانابيك، يعود فيها لوف بي بي تي، يعودوا فيها هذو المعينين. راه ما يمكن عندنا نحن نعودوا شبابنا لا يتفرجوا في التنميه الواقعه في الجهه، راه نورمالمون خاصهم يعودوا مشاركين فيها ويعودوا طرف فيها. شكرا سيد الرئيس. انا اتفق تماما مع الاخت السيده قله على الملاحظه اللي قالت بانه فعلا نحن عدلنا عده مبادرات في التشغيل، ولكن نحن ما نقدروا نديروا الا التشغيل الذاتي. ما عندنا شركات بالنسبه للجهه ولا عندنا. قمنا بعده مبادرات، منها تعرفوا مبادره تمويل مشاريع الشباب، درنا كذلك التشغيل في اطار الجمعيه، درنا التشغيل في يعني عده مبادرات. هذا ركاتب ما يتعلق ببرنامج النساء، يعني عده مبادرات، ولكن هذا لا يمكن انه يكون حل. ثانيا فعلا نتفق معك بانه واحده من الاختصاصات الذاتيه للجهه، ولكن لا ننسى بان التشغيل عنده وزاره وعنده استراتيجيه خاصه به وعنده تمويلات. ونحن حتى الان المجلس الجهوي يعني لي زاكسيون، يعني الاجراءات اللي قد يقوم بها قام بها هي مبادرات تروم فقط تخفيف من وطأة يعني البطاله في الجهه. وبالتالي لازم نشوفوا هذه. معك تمام مثال مقترح بانه نقدروا نشوفوا مع السيد الوالي ومع السيد العامل ومع السلطات الترابيه باش يشوفوا الشركات كامله اللي تجيهم، ومع السيري ومع لانابيك، لان لانابيك هي اللي متكلفه بهذه القضيه. البروفيل ديال الناس وذاك سي با سي لانابيك. نقدروا ندخلوا نحن ممكن نلعبوا دور بان نجمعوا الناس كامله، يا كان نقدوا هذه الشركات اللي يجوا كامله تعود تقبض تعطي الاولويه لابناء الجهه. وهذه في الحقيقه فكره ممتازه.